ولا شك أن إجماع أهل السنة على أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه أول الرجال الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان فترة من الزمن في أول الأمر لم يوجد مؤمن سوى أبي بكر وخديجة وعلي غلام كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فنشأ من صغره عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول الفتيان إيمان أيضا. هذه من الصفات. وتميز أبي بكر وقصته في رحلته مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، وعندما لحقهما الرجل الذي ساخت فرسه في الأرض. كل هذه الأشياء تجد ميزة أبي بكر متميزة، والصحابة كلهم شهد لهم سيد البشر بأنهم خير الناس بعد الأنبياء والرسل. نعم.